المفسدة رقم 3 وهي تغيير المسميات، ودي من أخطر الحيل اللي بيستخدموها. بيغيروا اسم الحاجة عشان شكلها يبقى مقبول. بدل ما يقولك علاقة بين اتنين خليها مساكنة، عدت كده صح؟ وبدل ما يقولك قمار يقولك مراهنات، لا كده بقت عادية ما فيهاش حاجة. بدل ولد وبنت بيكلموا بعض من ورا أهلهم فيما لا يرضي الله بقت ريليشن شيب. الانجليزي برضو بيفرق. بيشوهوا المعاني عشان يموتوا نفورك منها. انت كمسلم اتذكر عندك في القرآن مصطلح الزنا اكتر من مرة وعارف عقابه كويس جدا وعندك عقيدة وايمان تمنعك عنه، لكن مع تغيير المسمى كل ده بيضيع. ما كل الناس كده، او احنا بقينا في سنة 2025 على فكرة، اصلهم بيحبوا بعض. وهنا لازم تتعلم ان الحكم على الاشياء بيكون من اصلها مش من اسمها، ان الفعل هو اللي هيحكم عليه مش الاسم. ارجع للفعل اللي بيحصل وشوف هو ده كده صح ولا غلط، وابعد تماما عن المسمى لان سهل جدا ان هو يتلعب فيه. فلو الفعل غلط اسمه ما يشفعلوش ولا يبرر له ولا يخليه مقبول. واحنا في زمن في ناس بتحاول تغير الحق بالمسميات، فهتلاقي نفسك بكل سهولة بتدافع عن الباطل وانت فاكر نفسك ان انت منفتح.